أسفرت الجولة قبل الأخيرة للدورة التنشيطية التي تقيمها سفارة السودان بالكويت عن صعود فريقي السهم والاستقلال للمباراة الختامية المقامة على استاد التضامن، حيث شهد ملعب السرة بالعاصمة الكويتية عشية الأمس تنافسا قويا بين الأربعة الكبار للظفر ببطاقة النهائي. وقد جاء اللقاء الأول الذي جمع الجهراء بالسهم قويا ومثيرا، استطاع فيه الجهراء الصمود طوال شوطي المباراة أمام سيل هجمات السهم. وفي إحدى الطلعات الهجومية لفريق السهم تمكن من إحراز هدف اللقاء الوحيد الذي ضمن لهم الوصول للنهائي. والجول يلعب المرمى، الهدف الأحلام، الهدف المنتظر، الهدف المرتجى. وقد جمع اللقاء الثاني فريقي الاستقلال والوطن، وجاء اللقاء مفتوحا مليئا بالإثارة والمتعة، خاصة وأن الفريقان يملكان عناصر جيدة ومتميزة. وقد بكر المخضرم أبوجة الذي تمكن من إحراز الهدف الثاني ليتوج نفسه هدافا للدورة ب3 أهداف. وبتلك النتائج يلتقي اليوم الجمعة المقبل باستاد التضامن فريقا الاستقلال والسهم على كأس البطولة التي يشرفها سعادة السفير عوض الكريم بلة. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، في البداية أهني كل الشباب على هذا النصر العظيم الذي جاء بعد تعب ومشاقة، فالحمد لله في الختام الناس نالت النصر، وده الأمل المرجو منه. المباراة صراحة كانت صعبة جدا جدا، ومع باعتبارها هي ديربي بالنسبة لنا كلنا جهراوين، فما كان في خاسر ريال يعني في هذه المناسبة. نشكر كل الحضور، نشكر هذا الجمهور العظيم على المساندة، وإن شاء الله كده نتمنى نحقق الكاس إن شاء الله ونصر بمصر يليق عظمة كل الجماهير السودانية دي إن شاء الله. إذا موعودين مباراة ختامية مع الفريق المتأهل إن شاء الله من المباراة القادمة. ألف مبروك، ألف مبروك فريق السهم. استقلال في هذه اللحظات إلى المباراة النهائية مقابلا فريق السهم. ألف مبروك كابتن أبوجة، وحتى الآن أنت هداف البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أشكر اللجنة المنظمة على هذه الدورة الجميلة، وبأمانة كده يعني فريق المقبولة فريق برضو ما يستهانوا به، وكان خير ند لنا، ولكن بتوفيق من ربنا تأهلنا للنهائي، وإن شاء الله سوف نقابل مجموعة فريق السهم.